السلام عليكم ورحمة الله. بفضل الله عز وجل هنبدأ في أبجديات أونلاين دورة جديدة في موضوع عمرنا ما فتحناه قبل كده، وهو موضوع ريادة الأعمال. طبعا أول ما تسمع دورة في ريادة الأعمال بيجي في دماغك حاجة من اتنين: إما موضوع بقى الفقهيات الحلال والحرام والأمور دي، أو الجانب التاني بقى اللي هو المتخصص في الموضوع ذات نفسه، التكنيكالز، إزاي تبقى رائد أعمال ناجح والساينس بتاع الموضوع نفسه. ولكن إحنا لا كده ولا كده. إحنا عندنا مشروع تربوي في أبجديات أونلاين، وهو المدرسة التربوية. المنهج فيها هو مختصر منهاج القاصدين. كنا بفضل الله عز وجل خلصنا الربع الأول اللي كان بيتكلم عن معاملة ربنا سبحانه وتعالى، ربع العبادات. وبعد كده دخلنا بقى في الربع الثاني اللي هو مدرسة الحياة، اللي كان أول قسم فيها بيتكلم عن غذاء البدن، أنت تاكل إزاي وتشرب إزاي بشكل شرعي طبعا، وكل الأمور المتعلقة بهذا الأمر. بعد كده دخلنا عن البيت اللي أنت عايش فيه، واتكلمنا عن دورة مفاتيح البيت السعيد. ودلوقتي نوصل لدورة مفاتيح ريادة الأعمال، وهي طبعا فيها تفاصيل كتير جدا، زي مثلا كسب الحلال والحث الشريعة على كسب الحلال، تحقيق التوازن بين الشغل والدين والأخلاق، أركان المعاملات الصحيحة في الإسلام، مسألة إن المعاملات اللي نهت عنها الشريعة لازم تعرف هي إيه وهي إيه أصلا وتلتزم بهذا الأمر، الإحسان في التجارة وفي الوظيفة، إخلاص النوايا، الحلال والحرام والشبهات ودرجات الشبهات، وازاي تتعامل مع الشبهات، وازاي تتوب من شغلك لو كان عندك شغل في وقت من الاوقات حرام، طب لو كسبت منه فلوس ازاي ان انت تتعامل مع الفلوس دي، طب تطهر مالك لو الفلوس كلها دخلت في بعض تطهر مالك ازاي. امور كتير جدا لها علاقة بسلوكيات الموضوع ذات نفسه. فلو كنت انت من رواد الاعمال، او انت ناوي ان انت تدخل في المجال ده عامة، او حتى عايز تتعلم هذا الامر من الامور الدين، ارجو ان انت تكون موجود معانا في المدرسة التربوية، في مدرسة الحياة، في قسم مفاتيح ريادة الأعمال. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.